Yeah, it's big, but واو. فاصوليا same يعني. as food. Yeah, cookie cheesecake. كأنه Like a عارفين. يا مساء جمال الطبيعة. النهاردة كده هنشارك معاكم جزء من يومنا علشان تتعرفوا على الحياة يعني في أمريكا ماشية ازاي كأسرة نص مصري ونص أمريكي. أتمنى أن تستمتعوا بالفيديو كمان. النهاردة أخيرا مش مصدقة نفسي هعمل أكل مصري، وهعمل كده وصفة يعني للوتس يعني آيس كريم اللوتس. yeah, it's big, but واو. اوه. واو. just واحنا رايحين بقى السوبر ماركت قلت اوريكم كده الاضاءة في شوارع امريكا شكلها عامل ازاي. دي الفترة من السنة اللي بيكون الناس كلها بتحط اضاءة. تصوروا ان دي بيوت يا جماعة ما شاء الله، وحاطين قد ايه اضاءة. الفيديو ده مش عارفة هينزل امتى، بس هو بيتصور في اول شهر 12. it is amazing. Hello, Moon. It's big. طلبات بقى كده من السوبر ماركت، طلبات بسيطة، بس حبيت اوريكم حاجة مهمة جدا. اللي هو ده، يعني ان المارشميلو يكون عشان خلي بالكم هو طبعا الجيلاتين اللي فيه كده بيكون من دهن الخنزير، فالأحسن ان هو يكون مكتوب عليه ان هو يكون نباتي. تمام، عشان لو حد مثلا عايش في دولة مش يعني مش عربية او كده، فده مهم قوي الموضوع ده. حاجة بقى تانية، ده اسمه ايه ده، دي لوز. عادي ممكن تجيبوا اللوز وتنقعوه تقشروه كده، وبعدين تطحنوه يبقى دي بعد ما ينشف يعني. ده بعمل منه بقى عيش، بعمل منه لو عايزة حلويات الكلام ده بدل الدقيق، عشان حساسية الجلوتين بشكل عام مضر. المهم بشكل عام ان ده بديل كويس يعني، عشان برضو ايه لو حد مش مقتنع ان القمح مضر. كده هعمل بقى، المفروض عارفين اللي هو المارشميلو بعد ما بنسخنه وكده ونعمله على النار، وبعدين نحطه ما بين البسكوت والكلام ده وكده، بس انا هعمله بقى في بتاع اللوتس وكده. هجرب يعني. وفي برضو كان وصفة شفتها عند بسمة داش، كانت اللي هو عملت منه زي يعني زي ايس كريم كده. هعمل بقى وصفة الايس كريم. بصوا انا ضربت اللي هو كريمة الطبخ دي او كريمة الخفق يعني. وحطيت بقى اللي هو اللوتس بقى البسكوت بتاعه كده، عملته كسرته بايدي او بحاجة يعني. تمام، وقعدت بقى اقلبهم مع بعض. بعد كده حسيت ان لا ان هي محتاجة اكتر، فروحت بقى ضربت شوية كده في المطحنة. بصوا قعدت بقى طبعا اقلبه كويس جدا. المفروض بيتحط عليه حليب محلى مكثف، بس بصراحة انا يعني ماليش تقولي على السكر قوي فما حطيتش يعني، فهو ده شكله بعد ما اتقلب يعني. فكرة هو ممكن يتحط زي ما هو في الطبق عادي ويتاكل. الأكلة بقى المصرية اللي قررت أطبخها النهاردة بصراحة كان نفسي فيها جدا هي الفاصوليا والرز، بس للأسف زي ما تشوفوا كده الفاصوليا اللي عندي اللي ملقتش غيرها يعني فاصوليا كبيرة شوية. تمام، يعني مش عارفة بحس طعمها مش زي الفاصوليا بتاع مصر يعني، بس طبعا الصغيرة دي لو دورت أكتر في المحلات العربي هلاقيها. بحطها بقى مع الصلصة والتوابل والكلام ده وكده، ولو عندي شوربة، وبحطها في حلة الضغط بصراحة مسعفة جدا في الموضوع ده. بختار اللي هو الحبوب يعني. تمام، فبختار البرنامج ده بتبقى بتستوي بسرعة حوالي ساعة يعني. ده شكلها بقى بعد ما استوى.
بصراحة انا مش بعمل رز بشعرية اطلاقا، فيعني قلت بقى فرصة بقى بعمل اكل مصري فلازم اعمل رز بشعرية. بصوا ريحة الاكل المصري كده في البيت فكرتني باجواء مصر، رغم ان طبعا الطعم مش زي مصر اطلاقا وبس الفكرة بصوا كده يعني كل واحد يا جماعة اكيد بيحن الاكل بلده مهما كان. بصوا طبعا مش عارفة ايه اللي اتحرق، ليه الزيت اتحرق كده، ليه اللون الطاسة بقى كده. بصوا قلت بقى اجرب اللي هي اللوتس كده مع المارشميلو، حطيتهم في الميكرويف حوالي 20 ثانية كده. بصوا هو حفلة سكر، حفلة سكر. انا على فكرة من الناس اللي ما بقدرش على السكر قوي يعني، فبس اخدت كده حوالي يعني نصها وخليت الباقي بقى عشان بس طعمها حلو مش بطال، بس مسكرة قوي ما قدرتش عليها. اكل بقى استوى. عايزه اقول لكم انا ليه اصلا مش بعمل اكل مصري في امريكا، ونادر جدا لما بعمله. على فكره انا غالبا بعمله بس عشان اللي هو فيديوهات تجربه الاكل العربي، ان كارل يجرب الاكل العربي، علشان الاكل بصراحه مش بيطلع خالص زي طعم مصر. وفي نفس الوقت بعيدا ان سعراته يعني الحراريه عاليه والكلام ده، الصلصه نفسها مش بتعجبني، اللي مش عارفه في حاجه بتكون مختلفه يعني. دوق اقرا. دوق تيست. Taste it? I will, yeah, make like a rice and chicken bite. Yeah. 3 things. الفاصوليا، تعرف يعني ايه فاصوليا؟ Fasulia? Yeah. يعني ايه فاصوليا؟ Is this, that's the same as fool? بتقول ايه؟ قلت ايه؟ What's that? What does that mean? I need to taste it a little more. It doesn't taste as usual. I think بيقول طعمها مش زي كل مرة، يعني طعمها مش زي كل مرة. usually you make it much better than. بيقول كل مرة بتكون طعمها أحلى من كده يعني. الآيس كريم اتكسر مني بس قلت لازم ايه ندوقه كده. كارل قول دوق كده وقولي رأيك ايه؟ It's really sweet. مسكر قوي صح؟ أنا It برضو. doesn't taste like ice cream actually. It Yeah. just tastes like a kind of cookie cheesecake or يعني بالكوكيز. like a mix between cookies and cheesecake. كأنه ميكس يعني ما بين الكوكي والتشيز كيك. علشان يعني ولا لأ؟ I like it. I've never tasted something like this. بيقول حبه قوي، ما دقش حاجة زي دي قبل كده يعني. Can you give a rating؟ اديه كده كام من 10؟ 9.5. 8.5 سوري 9.5 من 10. عايزة اوريكم شكله. بصوا بصراحة انا دقته طعمه حلو جدا، بس فعلا مش كأنه ايس كريم قوي يعني، لسه ما جمدش قوي، بس بالنسبة لي مسكر جدا 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 جدا، عشان انا مش بحب الحاجات المسكرة قوي، فهو يعتبر مسكر رغم اني ما حطيتش الحليب المحلى المكثف، بس مسكر قوي. فكرة ان هو كان المفروض يتحط عليه زبدة لوتس، بس للاسف انا بصراحة مش عندي اي صوص شوكولاتة مثلا او حاجة او كده، فما حطيتش عليه. فهو لو اتساب بس ان هو يتجمد اكتر هيبقى احلى يعني. وبس هو عارفين طعمه فعلا زي ما كارل قال كده كأنه تشيز كيك يعني، نفس الملمس.